انا هعترف لكم اعتراف. طول عمري كنت فاكرة ان فرانكشتاين عالم حقيقي وانه فعلا حاول يحيي ميت، لكن لما دورت اكتشفت ان الحقيقة اغرب من اللي كنت متخيلاه. فعلا لازم تعرفوا ان القصة دي واحدة من اشهر قصص الرعب في العالم، بس الحقيقة انها بدأت بسبب لعبة. فعلا تعالي اقولك ازاي. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. تخيلي معايا سنة 1816 كان في مجموعة من الكتاب قاعدين في فيلا قديمة وسط عاصفة وأمطار كتيرة ومش عارفين يخرجوا، فقرروا يتحدوا بعض، بيتسلوا يعني، كل واحد يكتب قصة رعب. ومن هنا اتولدت واحدة من أشهر الروايات في التاريخ اللي هي فرانكشتاين. الغريب بقى ان ناس كتيرة فاكرة ان فرانكشتاين هو الوحش، لكن الحقيقة انه اسم العالم فيكتور فرانكشتاين، اما المخلوق نفسه ما كانش له اسم، محدش سماه. طب جت ازاي الفكرة؟ هقولك. الفكرة جت لما الكاتبة ماري شيلي بعد ما سمعت وقتها عن تجارب علماء كانوا بيستخدموا الكهرباء لتحريك عضلات الحيوانات الميتة، لأن الكهرباء وقتها كانت معجزة واكتشاف جديد ومبهر. بدأ الناس يتخيلوا طب هو ممكن في يوم من الأيام نرجع الميت للحياة بالكهرباء؟ يا سلام. ومن هنا بدأت ماري في اليوم الممطر اللي قلنا عليه تسرح بخيالها وتكتب قصة عالم عبقري قرر يتحدى قوانين الطبيعة وجمع أجزاء من جثث مختلفة وصنع منها مخلوق مختلف، ويستخدم الكهرباء علشان يديله الحياة. لكن أول ما المخلوق اتحرك العالم نفسه خاف منه وهرب وسابه لوحده يواجه الدنيا. والمخلوق رغم شكله المرعب كان في البداية طيب وعايز حد يحبه، لكن بسبب خوف الناس منه ورفضهم ليه اتحول لشخص مليان غضب وانتقام. علشان كده قصة فرانكشتاين مش مجرد قصة وحش، دي قصة بتتكلم عن مسؤولية الإنسان عن اختراعاته وعن إن العلم من غير ضمير ممكن يعمل كوارث. والأجمل إن الرواية دي اتكتبت سنة 1818 ولسه لحد النهاردة بتعتبر من أهم أعمال الخيال العلمي والرعب في العالم. وده يخلينا نقول إن العلم بجد حتى في الفاشن ممكن يبدأ بفكرة بسيطة جدا ملهاش أي قوانين، ولكن ليها خيال، ليها تفكير، والتفكير ده هيبقى في يوم من الأيام ظاهرة قوية تعيش معانا العمر كله. قوليلي، كنت فاكرة إنك فرانكشتاين هو الوحش ولا كنت عارفة إنه اسم العالم؟ وكمان كنت عارفة إنها قصة خيالية ولا كنت زيي فاكرة إن في عالم فعلا اسمه فرانكشتاين وحاول يعمل ده بس 100% طبعا أكيد ما نجحش، يعني دماغي ما جابتش إنه نجح، بس حاول. ما تنسيش تتابعينا على الفيسبوك وعلى الانستجرام @rodaniastyle، وكمان زوري موقعنا www.rodaniastyle.com. ما تنسيش تتابعيني انا شخصيا على اليوتيوب @نهال رشاد رودانيا ستايل. رودانيا ستايل لما التراث يلبس مودرن ولايف از بارتي دريس لايك ات. باي. Stop.